صباح جديد في سلطع برجر. يبدأ اليوم زي ما هو معتاد في مطعم سلطع برجر. الزباين داخلين وبيخرجوا، أصواتهم مالية المكان، وسبونج بوب واقف في المطبخ وبيغني: أنا سبونج بوب، أكلة طيبة، البرجر ده هو المفضل عندي، مين عايز ياكل معايا؟ شفيق اللي واقف في الكاشير بيبتسم بسخرية وبيحرك دماغه. كل يوم نفس الأغنية، مش حاسس إن عنده حاجة جديدة. وفي المطبخ سبونج بوب كمل شغله بابتسامة واسعة على وشه، وكأن مفيش حاجة في الدنيا تقدر تزعله. كان عنده روتينه اليومي: ينظف الأدوات، يحضر البرجرات، وبعدين يقدمها بابتسامة لكل زبون. كان راضي جدا عن اللي بيعمله. لكن فجأة يدخل السيد سلطع بسرعة، ماسك في إيده لوحة كبيرة مكتوب عليها بخط كبير: أطباق جديدة لتطوير قائمة الطعام وزيادة الأرباح. الكل التفت عليه. رفع السيد سلطع إيده علشان ياخد انتباههم: عايز منكم كلكم تكونوا جاهزين للتغيير، هنضيف أطباق جديدة للمنيو. سبونج بوب هتعلم الوصفات الجديدة النهاردة. سبونج بوب وقف فجأة عن شغله والتفت للسيد سلطع بعيونه المتسائلة: لكن سيد سلطع، الناس بتحب الأطباق اللي بنقدمها دلوقتي، ليه نغير؟ السيد سلطع ابتسم ابتسامة مش واثقة وقال بحسم: التغيير هو اللي هيجيب الفلوس، الناس دلوقتي عايزة التجديد، لو مش عايز تواكب ده هتلاقي نفسك في مكان تاني. شفيق ضحك شوية وقال: سبونج بوب مش هيقدر يعمل ده، ده كل يوم نفس الروتين. سبونج بوب رجع للمطبخ وهو حاسس بتوتر غريب. بدأ يرسم الأطباق القديمة اللي بيحبها على ورقة، كأنه بيحاول يهرب من التغيير ده. كان مركز جدا في الرسومات، لكن الفكرة اللي شغلت دماغه هي إنه مش عارف يتعامل مع التغيير ده. ساندي تلاحظ القلق في سبونج بوب. ساندي دخلت المطعم مبتسمة زي ما هي عادة، لكن لاحظت إن سبونج بوب شكله مختلف تماما النهاردة. كان جالس في مكانه المفضل في المطبخ وهو بيحرك أدواته من غير اهتمام. راحت عنده وقالت له بصوت هادي: سبونج، مالك النهاردة؟ مش شايفاك زي ما أنت عايز تكون. سبونج بوب بص لها بعيون مليانة قلق وقال: السيد سلطع عايزني أتعلم وصفات جديدة، وده شيء صعب عليا، مش مرتاح للتغيير ده. بحس إن الحاجات اللي بعملها هي الأمان بالنسبة لي، لو غيرت ده مش هعرف أتصرف. ساندي قعدت جنبه وحاولت تهديه: شوف يا سبونج، التغيير مش دايما سهل. في الأول هتحس إنك مش قادر تواكب، لكن لما تبدأ تشوفه عن قرب هتلاقي نفسك قادر تبقى أفضل. سبونج بوب أهز رأسه بتردد وقال: لكن أنا بحب الروتين، بحب لما كل حاجة تكون في مكانها، ما بحبش المفاجآت، بحس إنها بتخليني تايه. ساندي مبتسمة: ده شيء طبيعي سبونج، لكن التغيير بيخليك تكبر، وصدقني لما تفتح دماغك لفرص جديدة هتلاقي كل حاجة أسهل. اجتماع الفريق ساندي قررت إنها ما تسيبش سبونج بوب لوحده في الموقف ده، وادعت شفيق والسيد سلطع وبسيط لاجتماع في غرفة الاجتماعات. ساندي: سبونج بوب بيحتاج شوية مساعدة خاصة، هو مش زي باقي الناس في التعامل مع التغييرات المفاجئة، التغيير بالنسبة له ممكن يكون محبط جدا، عشان كده لازم نساعده بطريقة تدريجية. السيد سلطع: يعني إيه يعني؟ لازم نبطأ في شغله علشانه؟ ساندي بهدوء: لأ، مش كده، لازم نعرض عليه التغييرات خطوة خطوة، لما يعرف التغيير بشكل تدريجي هيتقبل الموضوع بسهولة. شفيق بفضول: يعني ده معناه إنه مش هينجح بسرعة؟ ساندي: أيوه، بس لما ندعمه بالطريقة الصح هيتأقلم أكتر. إحنا مش بنطلب منه يبقى زي كل الناس، إحنا بنطلب منه يبقى هو نفسه بشكل أفضل. السيد سلطع: حسنا، بس لو الموضوع ما اشتغلش هتكون مسؤولة. ساندي: مفيش داعي للقلق، هتتفاجئوا بقدراته. خطة ساندي. بدأت ساندي تحط خطة مفصلة علشان تساعد سبونج بوب يتعامل مع التغييرات. كتبت كل خطوة من خطوات الوصفات الجديدة، وعملت أغنية تعليمية تساعده يتذكرها. كل خطوة كانت مراقمة ومبسطة جدا. ساندي: بص يا سبونج، دي هي الخطوات، هتبدأ النهاردة خطوة خطوة، وكل ما تحس إنك مستعد للخطوة التانية هتبدأ فيها. سبونج بوب بدأ ينفذ الخطة بحذر في الأول. في اليوم الأول كان متوتر جدا، لكن مع مرور الأيام بدأ يحس براحة أكتر. الأغنية اللي سجلتها له ساندي بقت جزء من يومه، وبدأ يحفظ كل خطوة ويطبقها على طول. النتائج المدهشة بعد أسابيع: سبونج بوب بقى خبير في الوصفات الجديدة، ما بقاش حاسس بالقلق عند التغيير، بل بقى بيتطلع لليوم الجديد بحماس. الزباين حبوا الأطباق الجديدة، وأرباح سلطع برجر زادت بشكل كبير.
السيد سلطع: مش معقول، سبونج بوب مش بس حفظ الوصفات، ده طورها وأضاف ليها لمسة خاصة بيه. شفيق مندهش: سبونج بوب دايما مفاجئني، لو اديت له الفرصة ووقت عشان يتعود بيقدر يبدع أكتر من أي حد. ساندي: أيوة، كل واحد فينا عنده طريقته الخاصة في التعامل مع التغيير، لو دعمنا بعض هنقدر ننجح مع بعض. الاحتفال بالنجاح بعد النجاح الكبير، قرروا يقيموا حفلة صغيرة داخل المطعم للاحتفال بإنجازهم. سبونج بوب قدم طبقا خاصا من ابتكاره الشخصي وابتسم وهو شايف الزباين مبسوطين بالأكل. سبونج بوب: أنا فخور جدا بيكم وبفريقي وبالتغيير اللي حصل، لو ما كنتش لقيت الدعم ده ما كنتش هقدر أعمل ده. السيد سلطع: سبونج، مش بس قدرت تتكيف مع التغيير، ده كمان خلتنا نؤمن إن التغيير ده فرصة مش تهديد. الرسالة النهائية: الحلقة بتنتهي برسالة للأطفال، التغيير مش دايما سهل، لكن لما نساعد بعض ونفهم بعض بنقدر نواجه أي تحدي وننجح معا.